لا هنك ولا منك ولا جبنة فلامنك، النهاردة هاعمل لكم شوية صدق من الآخر. صدق والّا صدق؟ سجق؟ صدق. الكلمة اللي على طول كهروية والإسكندرانية بيتخانقوا عليها. هاعمل لكم شوية صدق إسكندراني من الآخر زي ما قال الكتاب. عملت شوية ساندوتشات للأولاد حلفوا بيهم. طعمة إيه وحلاوة إيه وعظمة إيه، بجد حاجة يعني هتعجبكم جدًا، وخصوصًا إن أنا عملته في البيت، عملت بقى الصدق في البيت يا باشا، ما اشتريتهوش من برّه. يالّا نسمّي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشيّروا الفيديو ده في كل مكان، عشان كل الستات تعمل صدق في البيت. يالّا نسمّي الله. أنا هنا معايا نُص كيلو لحمة مفرومة، ومعايا هنا 20 جرام دهن. طبعًا اللي أنتم لمّا بتشتروا لحمة بيبقى ساعات بيبقى في اللحمة فيها دهون أنتم بتشيلوها تخزّنوها حاجة زي كده، أو أنتم تشتروها من الجزار. ومعايا معلقة فلفل أسمر، ومعلقة ملح كبيرة، ومعلقة بهارات لحمة، ومعلقة بصل باودر، ومعلقة توم باودر. ومعايا هنا البهارات ديّة بهارات الصدوق، بتروحوا أي عطار أو أي هايبر كبير يعني تقولي للعطار أنا عايزة بهارات صدوق، فبيدّيكِ. ممكن تستغنوا عن كل البهارات اللي أنا حاطاها ديّة وتحطوا بهارات الصدوق بس. ومعايا هنا راس توم كبيرة. أنا يعني ممكن تكتفي يعني بالتوم البودر، بس أنا طبعًا ده صدق، والصدوق دايمًا بيبقى حبيب التوم، فأنا زوّدت كمان الراس ديّة من عندي. أول حاجة حطيت التوم وحطيت الليّة. طبعًا يعني الليّة ما تكتّريش منها، لإن اللحمة المفرومة أصلًا يعني بتبقى فيها دهنة، فما تكتّريش. أنا حطيت 20 جرام بس، فرمتها في الكبة زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده بانزل بالبهارات اللي أنا ضفتها زي ما قُلت لكم، بهارات لحمة وبهارات والبهارات الصدوق. أنا حطيت هنا معلقة كبيرة، الملح والفلفل الأسمر وبهار اللحمة، ما باكتّرش أنا عن كده. وزي ما قُلت لكم قبل كده إن ممكن أنتم بتحطّوا ملح وفلفل أسمر والبهارات بتاعة الصدوق فقط لا غير، زي أي حد بيعمل صدوق أي جزار بيحط البهارات بتاعة الصدوق ديّة من عند العطار، وبيحط شوية رشة ملح كده وقشطة يعني. بعد ما أنا يعني لفّيتها بإيدي كده شوية، ضربتها فرمتها برضه بالكَبّة عشان تبقى ناعمة بقى وجميلة، وحطيت معلقة زيت كده بسيطة علشان أنا هاجيب بقى الكيس وهاشتغل بالكيس. أنا بقى ما اشتغلتش هنا، لا جِبت بقى هانك من عند الجزار ولا بلّيته ولا قعدت بقى نغسل فيه والكلام الشغلانة اللي كل يعني سِت بتعملها ديّة. لأ، يعني أغلب الناس ما تعرفش يعني إيه هانك يعني. أنا جِبت الكيس ده هاشتغل بيه. زي ما قُلت لكم الفيديو النهارده بسيط جدًا، بابسّط على الناس اللي هي بتحب الصدوق، وبيكتشفوا إن الصدوق ما بيبقاش طعمه حلو، وإحنا مش عارفين في السنين اللي ما يعلم بيها إلا ربنا دي بيحطّوا إيه اللحم اللي بيحطّوه. ناس بتحط كبد وقوانص وعليها جلد فراخ وحاجات رهيبة ياما، وبيسموها صدوق والناس بتشتري وبتاكل للأسف يعني. فأنتِ لمّا تيجي تعملي الصدوق في البيت بإيدِك حاجة بتبقى عظمة، وحاجة طعمها بجد والله العظيم 3 طعمها بيبقى رهيب. باجيب الكيس زي ما أنتم شايفين كده، أنا حطيت اللحمة وفرّغت اللحمة، فرّغت الهوا من الكيس كويس، وبانزل كده باضغط عليه وبانزل كده بكل سهولة. طبعًا لو أنتِ ما عندكيش الكيس ده ممكن تجيبي إزازة مَيّة معدنية، وبتاخدي البوز اللي فوق ده بتقصّيه وبتشتغلي بيه عادي، بيبقى برضه يعني حَل تاني ليكِ يعني. آمم
بُصّوا، عملته من غير هانك خالص وعملته بالكيسة، طلع بالمنظر الجميل دهوّة. ممكن أنتم بتصغّريه بتخّنيه، بترفّعيه براحتك. بعد كدهوّة زي ما أنتم شايفين كده هندخّله الفريزر لمدة 10 دقايق. هو لو أنتِ حتى يعني ما عندكيش فريزر، ممكن تحطيه في الهوا، إحنا في الشتا هتلاقيه يعني مسك نَفْسه كده وزي ما أنتم شايفين. باجيب بقى الطاسة، باحُط عليها شوية زيت بسيطة كده، وبانزل باحمّر بقى الصدوق بتاعي الجميل ده. عايزة أقول لكم الريحة قلبت الشقة، بجد، بجد. يعني طعمه وريحته كانت رهيبة، غير اللي الواحد بيشتريه، بنروحوا نشتروا الصدوق وبأسعار رهيبة، وبيبقى طعمه مش كده خالص يعني. طعمه لذيذ جدًا، وزي ما قُلت لكم إن أنتم ضامنين اللحمة أنتم جايبينها إزاي، ضامنين البهارات اللي أنتم حطّوها، يعني حطّيتوها في اللحمة. ضامنين كل حاجة، ضامنين النضافة، ضامنين كل حاجة يا جماعة. يعني دي طريقة سهلة جدًا، غير إن أنا أروح أجيب بقى هانك، وإن أنا أفضل بقى أحشيه وما أعرفش إن أنا أحشيه والكلام ده، يعني شُغلانة، شُغلانة. لكن دي أبسط طريقة ممكن أي سِت، أي بنت تعملها في البيت، طريقة سهلة، أي راجل ممكن يعملها، أي شاب ممكن مثلًا متغرّب ممكن يعمل الطريقة دي، نِفْسه في الصدوق وممكن يعمل الطريقة ديّة. طريقة سهلة جدًا، جدًا وبسيطة وبجد هتعجبكم. بعد كده بعد ما باحمّر الصدوق، باجيب بصلة كده كبيرة وباقطّعها سلايزات كده، ومعايا بقى يعني كل الحاجات اللي أنتم بتحبّوا تحطّوها في الصدوق حطّوها. معانا هنا فلفل ألوان، طماطماية صغيّرة. بعد ما حمّرت الصدوق بتاعي كدهوّة وعطيت تشويحة للخضار بتاعي، باقلّب بقى الصدوق. الله على الجمال، الله على الريحة، حاجة كده وَهْم، وَهْم، وَهْم. بجد يعني لازم تجرّبوا الوصفة دي، لازم تجرّبوها. وزي ما قُلت لكم من عمل إيديكم كل حاجة بتطلع جميلة، كل حاجة بتطلع نضيفة، كل حاجة بتطلع يعني لذيذة جدًا. طبعًا أنا باقلّب الخضار اللي أنا ضِفته، اللي هو البصل والفلفل الألوان وطماطماية صغيّرة كده، وحطيت بقى يعني نُص معلقة عسل نحل كده، حاجة جميلة زي ما أنتم شايفين. حطّوا اللي أنتم عايزينه بقى، ده صدوق بقى وعيشوا حياتكم. باقلّب بقى كويس أوي، وأنا حطيت يعني رشة ملح بسيطة جدًا. آمم، زي ما أنتم شايفين كده خلّصت. باجيب بقى العيش الفينو، أي بقى عيش عندكم بقى، عيش فينو، عايزين تاكلوا بالتوست كلوا، ما فيش أي مشكلة، تاكلوا بالعيش البلدي بتاعنا اللذيذ كده براحتكم. أي عيش تفضّلوه براحتكم جدًا. بُصّوا حاجة كده باقول لكم عظمة، عظمة، عظمة. باتمنى الفيديو يكون عجبكم، باتمنى تجرّبوه. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. تحياتي ليكم، كانت معاكم عبير العمراوي من مطبخ ماما عبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.